يا جماعة، النهاردة هناخد قصة ممتعة. يمكن كتير قوي عارفينها، بس هتسمعوها كأنكم تسمعوها بشكل مختلف شوية. وقبل ما أشرح أي حاجة، ليا سؤال بس عايز أسأله. هو قدر ربنا ممكن يتغير؟ لا. طبعا مستحيل، صح؟ طب نحكي القصة بعد كده نسأل السؤال تاني؟ في يوم من الأيام ربنا سبحانه وتعالى أرسل سيدنا يونس على إحدى قرى من قرى العراق، نينوى، عشان يدعو القوم لعبادة الله الواحد الأحد. سيدنا يونس راح للقوم ودعاهم لعبادة الله، لكن محدش استجاب، محدش سمع كلامه. وكان سيدنا يونس غير سيدنا نوح. سيدنا نوح صبر سنين طويلة جدا، وصلت 950 سنة. سيدنا يونس ما صبرش وقال لهم اتفقوا، أنا مش هنصحكم تاني. وخد لبسه، وكان الجو صيف وقت السفر، وقرر ان هو يسافر ويسيب القرية من غير ما حتى ربنا يأذن ليه، من غير ما ربنا يقول له اي حاجة. هو زهق من قومه، خد لبسه ومشي. الجو كان في القرية دي زمان، يعني في الوقت ده كانوا بيسافروا 6 شهور في السنة، اللي هم ال6 شهور بتوع الصيف. اما الشتاء ممنوع السفر لان الجو بيبقى فظيع. سيدنا يونس ركب المركب، وربنا أمهله يومين يفكر، يراجع نفسه. زي ما احنا لما بنعمل أي غلطة ربنا بيمهلنا، ممكن يومين، ممكن أسبوعين، ممكن شهرين، ممكن سنتين. بيمهلنا عشان نرجع ونتوب، عشان نستغفر ربنا، عشان ما نكملش في المعصية. فربنا أمهله يومين يراجع نفسه، يفكر. بس سيدنا يونس ما فكرش، كان مصمم على قراره. ده خلى ربنا سبحانه وتعالى يقلب الحال من حال إلى حال، من صيف شديد الحرارة لشتاء شديد البرودة، ورعد وبرق ومطر. وأصبح البحر في غضب، اللي هو غضب الله. الموجة بقت بتاخد المركب، بتطيح بيها فوق وتنزلها تاني. فكان المركب تقيلة، لما كانت بتنزل في المية كانت بتنزل جوه، فالمية بتخش جوه ايه؟ المركب أو السفينة. فقرروا يخففوا الحمولة، فرموا كل حاجة معاهم في السفينة، الشنط والأدوات والمعدات. وقال لك هنوقف مجموعة يمين ومجموعة شمال عشان توزن ايه؟ السفينة. بس العدد كان فردي مش زوجي، هم عاوزين عدد زوجي. فقرروا ان هم هيضحوا بأحد ايه؟ الركاب. فقالوا هنعمل قرعة، واللي يطلع اسمه 3 مرات هنرميه في البحر. أول مرة يونس، تاني مرة يونس، تالت مرة على التوالي يونس. اعتقد سيدنا يونس ان اسمه بس هو المكتوب في أول 3 مرات سيدنا يونس. فبص في الورق لقى ان يونس ورقة واحدة، لكن الروح محدش يحب ان هو يضحي بروحه يعني. فرفض ان هو يرمي نفسه، فشالوه رموه. وهم بيرموه في الهوا كده، فجأة طلع حوت خده، أكله من الهوا. وكان كل اللي في السفينة خايف ومستغرب، هو ازاي الحوت خد يونس بس وساب السفينة؟ ده ممكن الحوت يفتح بقه ياكل السفينة بكل الناس، ليه ما عملش ده؟ لما سيدنا يونس دخل بطن الحوت عرف غلطته، وعرف ان ده غضب الله سبحانه وتعالى، وعرف ان ربنا سبحانه وتعالى بيعاقبه. ففضل يستغفر 3 أيام متتالية، بيتوب ويستغفر. وكان بيردد الدعاء: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الدعاء ده ما كانش بيفارق لسانه طول ما هو في بطن الحوت. وكان الحوت بيسمع دعائه،
وعارف ان اللي في بطنه سيدنا يونس. فالحوت مرضاش ياكل ولا رضي يشرب، لان لو كل او شرب سيدنا يونس مات. ففضل سيدنا يونس في بطن الحوت لغايه ما ربنا سبحانه وتعالى استجاب لدعائه. خلي بالك، ده نبي، ربنا ما استجابش لدعائه اول مره ولا تاني مره ولا المره 100 ولا المره 1000، ده 3 ايام متواصل بيستغفر ويتوب ويدعي. عشان بس ما تفتكرش ان انت هتقف يا رب كذا هيقبل، لا، كان ده الانبياء كانوا 3 ايام لغايه ما ربنا سبحانه وتعالى غير قدره وقرر ان هو هيطلعه من بطن الحوت. طب ازاي يطلع من بطن الحوت؟ عشان يطلع من بطن الحوت لازم الحوت ينتحر عشان بقه يفتح سيدنا يونس يطلع من بطن ايه؟ الحوت. لان لو فتح بقه جوه الميه هتخش جوه، سيدنا يونس غرق مات. فكان في جزيره، الحوت قرر ينتحر فطلع على الجزيره فمات، بقه اتفتح، فسيدنا يونس ايه؟ طلع. لما سيدنا يونس طلع من بطن الحوت كان مريض بشده، تعبان جدا، كان عنده حمى شديده قوي قوي. فربنا سبحانه وتعالى وهو نايم مش قادر يتحرك طلع من تحت رأسه شجرة اليقطين. طب اشمعنى شجرة اليقطين؟ قال لك اليقطين الورق بتاع الشجر نفسه عريض وتخين بيمنع أشعة الشمس، فهيبقى في ظل حواليه عشان الحمى مش محتاجة شمس. 2 إن اليقطين نفسه علاج الحمى، فلو هو أكل أو شرب يقطين خف. ولو انت حد عنده حمى او حاجه وجبت له دواء هتلاقي مصنوع من اليقطين، يعني دواء نفسه كده، لان اليقطين هو علاج الحمى. اكل وشرب وخف واتعلم اهم درس في حياته، ان ربنا سبحانه وتعالى بيحب لو حد عمل حاجه او عمل ان يكملها. ربنا بيحب كده لما تشتغل بضمير وتكمل عملك، مش تاخد كتاب تبص فيه انا ذاكرت، ولا تاخد مذكره تكتب سؤالين وانا عملت الواجب وما تكملش شغلك، لان ده شغلك. فالله يحب اذا عمل احدكم عمل ان يكمله. وقف مستني اي مركب تعدي لغايه ما عدت مركب وركب فيها، وقرر ان هو يرجع قريته ويكمل دعوته. وبالفعل رجع قريته وكمل دعوته وآمن معه قريته. طب في المرة دي قريته أمنت معاه ليه؟ عشان اللي حصل هم شافوا إن الحوت إيه؟ أكله. لما يرجع تاني ويطلع من الحوت ويبقى عايش، ده مش قدرة عادية، قدرة إله. مستحيل حد يقدر يعمل ده، يبقى أكيد ده مش بشر، أكيد ده رسول. في اللحظة دي صدقوه وأمنوا بيه، كلهم دخلوا الإسلام. بس نتعلم من قصة سيدنا يونس 3 حاجات. أول حاجة إن إحنا لازم نمتلك الصبر، إن سيدنا يونس ما كانش عنده صبر. 2 إن ربنا سبحانه وتعالى بيحب إذا عمل أحدكم عمل أن يكمله، إن إحنا نكمل عملنا، مش نذاكر درس ودرس لأ، ولا المادة ومادة لأ، أو نقعد نتفرج على التلفزيون وما نذاكرش، لأن ده العمل بتاعك أو بتاعك. 3 حاجة إنك تستغفر ربنا، لأن الاستغفار والدعاء بيغير القدر السيء. فأنت دايما ادعي، استغفر ربنا، حط في دماغك إن سيدنا يونس قدره اتغير، إن ربنا سبحانه وتعالى قال لولا كان من المسبحين، لو ما كانش بيسبح ربنا وكثير التسبيح للبث في بطن الحوت إلى يوم الدين، كان قبره هيبقى بطن الحوت. لكن ربنا غير قدره من كثرة تسبيحه وكثرة دعائه، وده يخلينا نقصر بشكل كبير جدا من الدعاء.
لو فتحنا مع بعض كده الكتب، يلا.